السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا كاملين في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي البسيطه. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشارك معكم فقيقسات مالحين بهذه المناسبه ديال عاشوراء. ان شاء الله الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبكل ما تمنيتوا. هاد الفقيقسات اقتصاديين وغنديرهم معكم ان شاء الله بجوج نكهات. نتمنى تجربوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على جميع التفاصيل. تبعوا معايا الفيديو. اول حاجه عندنا هنايا الملحه اللي كتبقى حسب الذوق، تقريبا معلقه صغيره ديال الابزار، خماره وحده ديال الحلوى، ومعلقه صغيره ديال الثوم بودره. غنضيفوا معلقه عامره كبيره ديال المطارد اولا الخردل. عندنا كاس مخلط بين الزيت النباتيه والزبده دايبه، 4 قطع ديال الفرماج مثلث. غادي نرملو دابا العجين ديالنا، نبسبسوها مزيان. بسم الله على بركه الله. من بعد ما رملنا العجين كيف ما كتشوفوا، غادي نضيفوا دابا ان شاء الله الماء بالتدريج حتى كتجمع لينا العجين. كنحصلوا على عجين رطب، خاص العجينه ما تكونش قاصحه. من بعد ما جمعنا العجين كنحصلوا على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا راه العجين ديالها رطبه وما كتجيش قاصحه. بالنسبه للدقيق راه احتاجيت فيها كاس ديال الدقيق، وفي الماء درت كاس واحد ديال العنبه. غادي نشكلوها دابا ان شاء الله كويرات. كيف ما كتشوفوا كل كره غادي نديرها بمذاق مختلف. بالنسبه للكره الاولى غادي ندير فيها معلقه عامره ديال الهريسه ومعلقه عامره ديال التحميره. غادي ندخلوا هاد المكونات في العجين. هاد الفقيقسات هادو راه كيجيو زوينين في المذاق واقتصاديين، كنتمنى تجربوهم. الناس اللي كيبغيو المالح راه غيعجبهم هاد الوصفه هادي. ها هي الكره جمعناها، كنحصلوا على هذا الشكل هذا. غادي ندوزو ان شاء الله باش نشكلوا الكره الثانيه. غنديروا فيها الفرماج غابي وغنديروا فيها الزعتر المحكوك. غادي نجمعوها حتى هي بحال الكره الاولى. من بعد ما جمعنا الكرات كيف ما كتشوفوا غادي نديروهم ان شاء الله حرابل كيف ما كنديروا في الفقاس. باستعانه بشويه ديال الطحين. كنوضعوهم في اللاطه اللي مفرشه بالورق اولا مدهونه بالزيت. غادي نستمر انا بهاد الكيفيه هذه تنكمل جميع هاد الوحدات اللي عندي ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما ساليت هاد الوحدات اللي عندي كيف ما شفتوا حرابل، غادي ندخلهم دابا ان شاء الله الفران غير يتجمعوا، ما خاصهمش يطيبوا. بالنسبه لهذا الشكل هذا درتهم هكا على شكل وريضات، كنتمنى تجربوهم. غادي ندخلهم ان شاء الله الفران ونرجع معكم ان شاء الله من بعد ما نخرجهم. رجعت معاكم في الشكل النهائي ديال الفقيقسات ديال اليوم. شوفوا ما شاء الله من بعد ما خرجناهم من الفران تيطيحوا على هذا الشكل هذا. درت هنايا معكم 2 شكيلات، انا راه قطعتهم بهذا الشكل هذا، وهذا الشكل اللي درت
على شكل نجيمات، وعاود دخلتهم تاني للفران غير كملوا الطياب ديالهم، ورجعت معكم دابا ان شاء الله في هذه الاشكال النهائيه. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو روعه في المذاق واقتصاديين. كنتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم، وما تنسونيش من الاشتراك في القناه، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وشكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، وما تنسونيش ايضا من اللايك ديالكم. الله يجازيكم بخير وعواشركم مباركه. نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.